أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمني الخير للآخرين هل هو واجب شرعي؟ يعني مجرد أنه الإنسان يريد يعبر عن إحساسه يتمنى الخير للآخرين. الجواب على ذلك تمني الخير للآخرين من علامات وإمارات الإنسان المؤمن، بل أن الإنسان لا يكمل إيمانه ما لم يتمنى الخير لإخوانه الآخرين، سواء إذا كان رجلا أو امرأة. إحساسه هذا سواء إذا كان في البيت أو في العمل أو في أي مجال آخر، إحساسه يجب أن يكون إحساسا إيجابيا تجاه الآخرين، أي يحب لهم الخير، يحب لهم التوفيق، يحب لهم النجاح، كي يكون إنسانا مؤمنا يكمل إيمانه مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس أجمعين. على هذا الأساس نسأل السؤال الثاني: وتمني الشر للآخرين هل فيه ضرر؟ الجواب على ذلك نعم. الإنسان إذا تمنى الشر أو الضرر لأخيه المسلم نقص إيمانه، بل أن صلاته وصيامه لا تقبل من الإنسان الذي يتمنى الشر أو يلحق الضرر بالآخرين، لأن أمنيته قد تتحول إلى مشاعر وأحاسيس ثم إلى دعاء بأن يتمنى من الله أن يوقع الشر في فلان. هذا الإحساس بالشر منقصة في الإيمان، وربما كانت حجب ظلامية على القلب تمنعه من لقيا الله عز وجل ومن لقيا المؤمنين والصالحين من الأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هناك نوعان من الأحاسيس: الأحاسيس الإيجابية تمني الخير للآخرين، والأحاسيس السلبية اللي هو تمني الضرر للآخرين. على هذا الأساس أن الحديث الشريف الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظ قال ما يحب. مجرد الحب هو عامل، يا أما أن يكون إيجابي أو سلبي كما قلنا. الإيمان لا يكمل بتمني الشر للآخرين، والإيمان يكمل بتمني الحب والخير للآخرين. على هذا الأساس فيا أخوان يجب علينا أن نكون طاهرين، أن نكون أصحاب قلوب نقية بيضاء ببياض الفطرة تتمنى التوفيق والنجاح للإخوان جميعا، ونتمنى لهم حسن التوفيق في حياتهم الدنيا والنجاح في طلبهم العلم والنجاح في العمل، كي تعم الفائدة وتعم الموفقية لجميع المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين.